النهاردة بقى هنعمل تابلو كيوتة كده وجميل، رسمة تعبيرية بسيطة جدا مفيهاش اي حاجة. انا يدوبك خططتها كده بقلم رصاص. طبعا في نموذج انا بنقل منه زي ما احنا متفقين، او لو عايزة اعملها من دماغي مفيش مشكلة، بس هي ديت كانت نموذج وانا عملته. في الاخر النهاية جميلة جدا 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 بصراحة، عجبتني. كل اللي شافها قال عليها تحفة وعايزين ياخدوها. دي قلمة ماركر، العلبة اللي عندي 24 لون، بس في علب احجام اعداد ياما مختلفة. دي اللي كانت متوفرة قدامي، نفسي في الاكبر بصراحة لانها قلمة محترمة جدا ونوعها جميل جدا. هو القلم بيتباع فرباني تقريبا 18 جنيه، بقلب المجموعة بيتباع ب15، يعني بيبقى عليكي ب15 جنيه. بصراحة مش غالي بالنسبة لجماله وبركته وجودته. طبعا لو انا مش متوفرة الالوان دي ينفع الوان خارج او الوان او الوان زيت، هي الوان موجودة. حاولت تساعدني في اللوحة الاسود تقريبا. وانا بلون وبصور كده حسيت ان الرسمة خلاص يعني مش هتطلع حلوة. المخ عطاني اشارة ان في حاجة مش مظبوطة وان الفلتة دي هيبوظ. تمام، اتوترت شوية وقعدت ماليش نفسي وحاسة خلاص اجهاد وبنهج وتعبت. معرفش تعبت من التركيز الزيادة او تعبت ان انا حسيت ان هي هتبوظ علشان تلقائية في كلامي شوية. فسبت الرسمة تقريبا 3 أيام مركونة لحد ما جيت مكنتش عايزة امسكها تاني لاني عارفة انها خلاص باظت، يعني خلاص مش هتنفع، وخسرت الالوان وخسرت البورتريه هيتباع خلاص. بس الحمد لله لما قعدت اكملها حتى مكنتش ناوية اصور تاني ولا اكملها، لدرجة ان انا خلاص مش هنزلها قدام حد يشوفها وركنتها. بس وقعدت ادور بتنمية الله واشتغلت، لقيت الحالة اللي كانت عندي اللي هي خلاص مش هتبقى حلوة راحت وبدأت تبان معايا واحدة واحدة. فطبعا منحكموش ابدا على رسمة من اول خطوين فيها، ولو احنا لسه شغالين فيها نحكم عليها ان هي مش هتبقى حلوة او هتطلع بايظة او مش مظبوطة او الالوان مش هتكون متناسقة مع بعض. انا فعلا جالي الاحساس ده ان الالوان مش هتكون منظمة مع بعض او مش بتديني الاحساس اللي انا عايزة اوصله. انا دلوقتي بنقل نموذج معين، فياريت اكمل بيه، مش بلاش اغير الوان من دماغي. هي عجبتني في البورتريه ده بالالوان دي فخلاص اكمل بيها، بلاش اغير الالوان. وده اللي انا عملته فعلا، رغم ان الالوان ما كنتش انا مقتنعة بيها، بس في الاخر النهاية كانت اكتر من روعة. هنا بس احنا بنحدد القلم ده ليه سنين وواحد عريض، وده ينفع للخط بيستخدموا الخطاطين، تمام، اللي بيكتبوا الخط العربي. وخط تاني رفيع. طبعا الخط العريض ده معايا جميل جدا، السن العريض لانه بياخد مساحات كبيرة معايا في اللوحة. الخط الرفيع بعمل بيه الاجزاء طبعا الرفيعة. هنا كلها بالقلمة، بس الرقبة والايدين والوجه كانوا بلون كليريك. هو انا ما ضفتلوش اي حاجة، هو كليريك لون البشرة. ممكن ازود نقطة احمر، نقطة اصفر عليه، نقطة ابيض عليه على حسب الدرجة اللي انا عايزاها، بس بصراحة انا لقيته مناسب جدا وفعلا في الاخر اعطاني نتيجة حلوة جدا. رسمة سهلة جدا جدا مفيهاش اي حاجة، بس اهم حاجة واحنا شغالين منقولش الرسمة خلاص باظت ونستعجل ونحكم. اتضايقت او زهقت من الرسمة وكلها هي
مستعجل وانا متضايقة وانا عندي تاسك تاني او بفكر في حاجة تانية لازم اعملها متعطلة ولازم اعملها وسايبة اللي ورايا وقاعدة، لا، فلازم اكون في حالة نفسية كويسة ان انا اقدر اطلع حاجة كويسة. اهم حاجة المود يكون كويس. هنا بقى يعني كان سبب توقيفي على اللوحة دي هي درجة الخلفية، كنت محتارة فيها جدا وحسيت انها مش هتبقى لطيفة ابدا، بس في الاخر الحمد لله طلعت كويسة جدا. بعمل بالسن العريض طبعا الالوان كتر خيرها دي كانت جراي، اعملي درجات لبنية وازرق وشغالة بنفس الاقلام دي، يعني انا جبت تمنها، يعني الاقلام دي عملت فلوسها زي ما بيقولوا. طبعا ممكن اوصل القلم ده واستخدم لون اكريليك بس انا حابة الدرجة بتاعتي. الرسمة دي طبعا اخدة وقت طويل مني، انا صورتها تقريبا في يومين، بس اخدت وقت طويل في التصوير جدا. انا حاولت اختصر الصور على قد ما اقدر عشان ما يكونش فيديو طويل او ممل او من فوق نزلت كده بدرجة الازرق ومن تحت برضه بدرجة ازرق، بس من فوق التصوير هنا بسيحه، يعني ايه بسيحه؟ يعني بجيب الدرجة اللي انا استخدمت بيها وبمشي من الازرق على اللبني بيها، فبيدي التسييح ودرجات اللون نفسه، وهكذا بقى نتقل في بقية اللوحة. هنا في رسمة تحت 5 وخميسة بس مجتش في التصوير اهي، كويس ان انا لفيت اللوحة انا نسيت. اوكي، مسها اصفر في لون درجة من درجات الاخضر على الحروف، بعد كده حددها بالازرق عشان تظهر وتبقى اوضح وافضل. طبعا هنا خامة اللوحة خشنة شوية، فممكن القلم يتنطر مني من غير ما احس، عشان اللوحة فيها سنة خشونة، فممكن سنة كده يقوم منطور مني، بس الحمد لله عرفت اعالجها في الاخر. دي زينة متعلقة، كل حاجة عايزة صبر وما نستعجلش. التفاصيل دي اللي هتظهر اللوحة وهتحليها وتظبطها معانا، بجد في الاخر هتعجبكم وهي محطوطة على الحيطة. انا طبعا عاملة اللوحة دي مكملة للوحة اللي قبلها كلهم، هصورهم لكم مع بعض في نهاية الفيديو. رسمة مكملة لرسمة تانية حطوا جنب بعض، حطوا منظر في منتهى الجمال والدقة. حقيقي انا عندي ضيوف وهم طالعين ماسكينها مندهشين من جمالها. طبعا ازاي، طب ايه هي انواع الالوان، طب ايه الجمال ده، بجد عجبهم طبعا عن الطريق الاولاني، مع اني كنت متوقعة ان انا مجيبش نفس جمال اللي فات. واللون ده لون جامد زي ما انا قلت لكم من شوية، ما ضفتلوش اي حاجة، هو اسمه لون للبصمة ده. مش عارفة اوصل اللون لكام دلوقتي بس سعره كان طالع يعني في العشرينات، مش عارفة زاد عن كده ولا لا. انما اللون الابيض فهو سعره فوق 40، لانه اساسي في كل لوحة لازم نضيف فيها ابيض لو هنستخدم الوان اكليريك او مائية. انا دلوقتي في مرحلة تشطيب البورتريه، بعمل اللمسات الاخيرة لحد الوش. طبعا لازم يجف الاول لان ده معمول بالفرشة. هنا نسيت ارسم العين، هنا العين شوية ورود كده مش باينين، بس هحط كمان شوية.
احط قال يعني رموش. طبعا الرسام كده او الفنان لما يعمل محتاج هدوء يشتغل فيه، مش عايز اي حاجة توتره عشان ايده ما ترتعش او يتهز او يفقد المود بتاعه في الابداع، يعني عايز جو متهيأ للرسم. طب لو حد ما عندوش الجو المتهيأ للرسم وان هو يطلع حاجة جميلة وابداعية كده ويطلعها فعلا، فده انسان مبدع لانه تحدى الظروف اللي هو فيها زي كده بصراحة. يعني هنا انا بتكلم وبزعق وبرسم، بعمل كل حاجة في نفس ذات اللحظة، ان انا اطلع النتيجة دي فبجد حاجة كويسة جدا. مش قاعدة مثلا في مكان مشغلة ميوزك ولا بشرب حاجة ولا بعمل، لا انا في اثناء اليوم اللي ماشي مع الاولاد والحياة اللي ماشية انا كنت بشتغل في البرنامج